النهارده معانا النفع والضر في القرآن. النفع والضر في القرآن أنا مقسمهم بطريقتين أو على شكلين، لو جه المصدر أو جه الفعل. جميل؟ المصدر معاه ورد في القرآن بشكلين أساسيين، نفعا ولا ضرا، نفعا ولا ضرا، وضرا ولا نفعا. جميل؟ كتير مننا قوي بيتلخبط فيهم، هل هي قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا ولا ضرا ولا نفعا؟ انا هربطها لك برابط جميل خالص. لو انت بتقرا في المصحف السعودي بيبقى عندك وجه ايمن ووجه ايسر. لو انت بتقرا في الوجه الايمن يبقى نفعا ولا ضرا على طول. الوجه الايمن، النفع ده شيء كويس ولا مش كويس؟ لا شيء كويس. الضر هو اللي شيء مش كويس. فالوجه اهل اليمين يقع نفعهم قبل ان يقع ضرهم. يبقى نفعا ولا ضرا في الوجه الايمن في المصحف السعودي، ده مقتصر على المصحف السعودي. طب ضرا ولا نفعا في الوجه الايسر من القرآن. يبقى انا دلوقتي لو بقرا هشوف انا بقرا في الوجه الايمن في الصفحه اليمين ولا في الصفحه الشمال. لو انا في الصفحه اليمين يبقى نفعا ولا ضرا على طول بدون ما افكر. طب الوجه الايسر يبقى ضرا ولا نفعا. طب دي جيت كم مره ودي جيت كم مره؟ نفعا ولا ضرا ديت وردت في القرآن 3 مواضع في القرآن. طب ضرا ولا نفعا وردت 4 مواضع في القرآن. تمام؟ في رابط هحطه لكل واحده، مش انا اللي حط الرابط على فكره، دي طالبه معايا في الاكاديميه اللي حط الرابط من باب نسبه الحق لاهل يعني. ديت الاعراف سمعوا الرعد في سبأ. يبقى عندي سورة الأعراف، عندي سورة الأعراف وسورة الرعد وسورة سبأ. سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لو لاحظت هلاقي أول آية في الصفحة اليمنى في الوجه الأيمن على طول يبقى نفعا ولا ضرا. الأعراف. الرعد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. بدون ما أفكر على طول هي في الصفحة اليمنى يبقى نفعا ولا ضرا. الموضع الثالث في سورة سبأ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يبقى أنا انتهيت من نفعا ولا ضرا المصدر. القاعدة دي يا جماعة مقتصرة على المصدر فقط، نفعا ولا ضرا أو ضرا ولا نفعا. يبقى نفعا ولا ضرا في الوجه الأيمن، وعرفنا ال3 مواضع الأعراف والرعد وسبأ. نيجي لضرا ولا نفعا، عرفنا ان هي في الوجه الايسر. دي 4 مواضع في القرآن. ايه ال4 مواضع؟ يونس وطه فرقوا المائدة. ال4 مواضع عندي سورة يونس وسورة طه وسورة الفرقان. فرقوا جاي من الفرقان. وسورة المائدة. سورة يونس نفس موضع سورة الأعراف ولكن على الصفحة اليسرى أو في الوجه الأيسر قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. يبقى موضع الأعراف وموضع يونس هم نفس الآية، ولكن موضع الأعراف قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا عشان هي في الوجه الأيمن، لكن سورة يونس في الوجه الأيسر قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يبقى أنا بقرأ على طول هتخيل الصفحة وأكمل على طول. دي سورة يونس. سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا في الصفحة اليسرى. في سورة الفرقان ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. في سورة المائدة ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أظن كده المصدر واضح. دي يا جماعة القاعدة دي مقتصرة على المصدر. ننتقل إلى الفعل. الفعل عندي 4 أشكال وردوا في القرآن. أول شكل منهم ما يضرهم ولا ينفعهم. تاني شكل عندي ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الفرق بين الشكل الأول والشكل الثاني هي زيادة لا قبل الفعل يضرهم. الشكل الثالث ما لا يضره وما لا ينفعه بالإفراد. تمام؟ الشكل الرابع ما لا ينفعهم ولا يضرهم. تمام؟ نيجي هنربطهم واحدة واحدة. للعلم ال4 أشكال كلهم مواضع مفردة في القرآن، يعني كل شكل منهم ورد مرة واحدة في القرآن فقط. الشكل الأول ما يضرهم ولا ينفعهم
ده ورد في سورة البقرة. سورة البقرة. طب فين في سورة البقرة؟ في آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، في وسط الآية أو قبل نهايتها: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يبقى الشكل الأول في سورة البقرة. الشكل الثاني ما لا يضرهم ولا ينفعهم في سورة يونس. في سورة إيه؟ يونس. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشكل الثالث بالإفراد زي ما أنا وضحت: ما لا يضره وما لا ينفعه في سورة الحج. والإنسان يحتاج إلى حجة واحدة في العمر لكي يسقط عنه الحج، تكفي حجة واحدة، فلذلك بالإفراد في سورة الحج: ما لا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. سورة الحج. الشكل الأخير الفعل ينفعهم، الفعل تقدم ينفعهم على يضرهم في موضع أو في سورة واحدة فيها حرف الفاء، ألا وهي سورة الفرقان. يبقى إمتى الفعل ينفعهم تقدم على الفعل يضرهم؟ في السورة التي بها حرف الفاء. لو جينا نبص للأفعال، أول شكل ما يضرهم الفعل يضرهم تقدم في سورة البقرة ما فيهاش حرف الفاء. ما لا يضرهم برضه ما فيهاش حرف الفاء، سورة يونس. الشكل الثالث ما لا يضره وما لا ينفعه، سورة الحج ما فيهاش حرف الفاء. امتى؟ أول ما تقدم الفعل ينفعهم على طول أتى حرف الفاء في اسم السورة ألا وهو الفرقان. ده رابط بسيط تتذكر به بس: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك ربع وهو الذي مرج البحرين. أظن القاعدة كده واضحة جدا. في أفعال بقى أو أشكال منهم إحنا مش هنحتاجها، يعني في أشكال برضو وردت في القرآن فعل، لكن إحنا يعني أنا صراحة ما وجدت أحد إن هو يتلخبط فيهم ولا حاجة. موضع سورة الأنعام: ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. في المصدر برضو كذلك: إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا في سورة الفتح. ولو جينا طبقنا عليها القاعدة هي الوجه الأيمن أو الوجه الأيسر هنلاقي القاعدة واضحة تماما ومتفقة برضو معها. أظن كده يا رب تكون الأمور واضحة. يعني جزا الله كل من شارك في هذا العمل من مساعدة في وضع الروابط أو تصوير أو مونتاج، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.